السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة مطبخ ويوميات ام ريناد. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن 3 انواع سلطة المعكرونة او لاليبات. بالنسبة للوصفة الاولى، السلطة الاولى، هنايا عندي في طنجرة درت فيها الماء كيغلي، زدت عليه شوية ديال زيت الزيتون والملح. بالنسبة للزيت غير باش ما تلصقش ليا يتلصقوش لي بات مع بعضياتهم، حيت انا استعملت هذا النوع من لي بات اللي هما رقاقين بالزربه كيطيبوا. صافي غادي نديرهم يطيبوا، ومع مره نحركهم باش ما يتلصقوش. من بعد هنايا دزت باش نحضر الصلصه. درت نص كاس ديال الزيت الزيتون مع القليل من العصير الحامض، شي 4 المعالق بحال هكا، وعندي معلقه صغيره ديال الموطارد مع معلقه كبيره ديال المايونيز. وبالنسبه للتوابل عندي قليل من الابزار وشويه ديال الزعتر والملح. صافي غادي نخلطهم مزيان نسجمهم مع بعضياتهم. هنايا غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الحليب ونخلط مزيان. من بعد ما كيطيبوا لي بات كنغسلهم بشويه ديال الماء بارد باش ما يتلصقوش مع بعضياتهم. زدت عليهم هنايا الخس مقطع شرائح بحال هكا، مع حبه ديال الجزر ايضا شرائح، وزدت عليهم ايضا الخيار مع شويه ديال لي طوماط سوريز والموتزاريلا والزيتون اسود. غادي نبدا نضيف عليهم الصلصه اللي حضرت على حسابيه القياس. صافي نخلطها مزيان مزيان حتى تنسجم مع بعضياتها وندخلها للثلاجه. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني من السلطه. نفس الشيء، درت طنجره فيها الماء مغلي مع شويه ديال الملح. درت معاهم هذا النوع ديال لي بات. دائما تنحترموا الوقت المحدد اللي مكتوب لينا على الساشيه باش ما يطيبوش مزيان ويتهرسوا اثناء الخلط ديالهم. دابا دزت ما خليتهم كيطيبوا، غادي نحضر ليه الصلصه اللي غادي نرافق معاها. درت نص كاس ديال زيت الزيتون مع القليل من العسل الحامض، شويه ديال المعدنوس مقطع، مع شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار والزعتر. صافي غادي نحركهم مع بعضياتهم. هذه هي الصلصه اللي غادي نرافق بها هذا النوع الثاني من السلطه. نحركهم مزيان. هنايا لي بات طابو صافي بردو. زدت عليهم مطيشه مقطعه شرائح مع شويه ديال الخس، مع شويه ديال الفلافل الملونه مقطعين طريفات، الزيتون اسود مع الزيتون اخضر، مع شويه ديال الذره والموتزاريلا. هادو هما المكونات. غادي نزيد عليهم ديك الصلصه اللي حضرت. صافي نخلط مزيان حتى تدخل في المكونات ونديروها في الثلاجه تبرد.
بالنسبه للسلطه الثالثه حتى هي نفس الشيء، غادي نسلق لي بات مع الملح مع التحريك مره حتى طيب. وهنايا غادي نوجد الصلصه. درت المايونيز مع نصف كاس ديال عصير الحامض مع نصف كاس ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح صافي. غادي نحرك مزيان حتى تنسجم المكونات. هنايا لي بات طابو زدت لهم زيتون اسود مع قليل من الذره. عندي ايضا الخيار مقطع طريفات صغار، وحبه ديال الجزر ايضا مقطعه شرائح طويله بحال هذا الشكل. واحد العلبه ديال الطون، هنا غادي نزيد عليهم هذيك الصلصه اللي حضرت ونخلط مزيان نفس الشيء وندخلها للثلاجه حتى تبرد. هذا هو الشكل النهائي، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم، خليتكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.